دي تشارلي، واللي بتكون بتفتكر اليوم اللي كانت فيه على البحر مع سايمون صاحبتها، وهي بتتصور كتير بكاميرا صاحبتها لأنها شغالة مصورة وبتحب التصوير ده، وكانوا مقضين أسعد أوقاتهم سوا لحد ما في يوم بتشوف تشارلي إن صاحبتها خارجة مع شاب في الشارع وبتضحك معاه وبتتضايق لأنها مخبية عليها وما قالتلهاش. وبتكون تشارلي متعلقة جدا بصاحبتها وكأنها كل حياتها، وبيكونوا عايشين سوا في نفس البيت لحد ما بتسافر سايمون عشان عندها جلسة تصوير بره، وبتفضل تشارلي مستنياها ترجع لأنها مش متعودة تقعد لوحدها، وبتتصل بيها عشان تبلغها انها ركبت الطياره وفي الطريق ليها. وبتفرح تشارلي جدا وبتروح الشقه وبترتبها تجهيزا للاحتفال برجوع سايمون ليها، وبتكون موجوده في اوضتها وبتسمع صوت صاحبتها انها رجعت، فبتخرج تدور عليها وما بتلاقيهاش، بس بيبان ان في حد خرج من الاوضه من غير ما تشارلي تاخد بالها. وبتفضل قاعده في الصاله لحد ما قطتها بتوقع المشروب بتاعها، فبتجري على اوضه المخزن وبتجيب مناديل منها، وبيكون فيها تماثيل قدامها متغطيه عشان سايمون كانت بتصور مشروع ليها في المخزن. وبعد ما بتخرج من الاوضه بتتحرك راس تمثال لوحدها وبتطلع تنظف اللي وقع، وبيجي لها تليفون من صاحبتها سيا وبتقول لها انها في كازينو وعاوزاها تجيلها، بس تشارلي بترفض وبتقول لها انها مستنيه صاحبتها سايمون واللي المفروض تكون جايه في الطريق وما ينفعش تخرج دلوقتي. فبتقول لها سيا انها لازم تخرج شويه وتبطل تبقى متأيده بسايمون بس، وانها بتستغلها مش اكتر. بس تشارلي بتتضايق من طريقتها وبتتعصب عليها لحد ما بتقفل السكه وبتلاقي والدتها بتتصل بيها فيديو كول بعد ما فضلت مده طويله ما بتكلمهاش. وبعد ما والدتها بتسلم عليها بتقول لتشارلي ان جدتها توفت وانها عاوزه السلسله اللي كانت اديتها لها قبل كده عشان تدفنها معاها، بس تشارلي بتكون مش فاكره مكان السلسله، وده اللي بيعصب والدتها جدا. وبتقول لها انها ما ينفعش تضيعها نهائي ولازم تبعتها لها فورا لان الجنازه بكره. وبتاخد تشارلي بالها ان الجو نهار عندها وبتستغرب لانهم المفروض نفس التوقيت والجو عندها ليل، فبتبص على الساعه في الجهاز بتلاقيها مختلفه، فبتقفل المكالمه وبتقوم فورا عشان تبص من البلكونه. وبعدها بتحاول تفتح باب شقتها وما بيرضاش يتفتح، وبتروح ناحيه الشباك بتلاقي ان الدنيا سواد قدامها كأن في اغطيه مغطيه العماره كلها، وبيظهر ان في حد بيتحرك ورا تشارلي وهي مش واخده بالها منه. وبتروح ناحيه التليفون وبتحاول تتصل باي حد لكنها ما بتقدرش، وبتسمع ساعتها صوت جاي من الدور الاول ناحيه اوضه المخزن، فبتفتكر ان سايمون جت وبتنزل تدور عليها تاني، فبتاخد بالها ان في حد من التماثيل اتحرك وبتترعب اكتر لا يكون في حد معاها في الشقه. وبتسمع صوت جري على السقف جاي من الدور التاني، فبتروح لاوضتها وبتلاقي ان القفل باين انه مكسور، وبتفضل تتحرك في الاوضه عشان تدور على الشخص اللي كسر القفل، وبتبص تحت السرير وفي الاخر ما بتلاقيش حد. فبتتصل بسايمون تاني عشان تعرف هي وصلت فين، لكنها بتتحول على البريد الصوتي وبتقول لسايمون اول ما بتسمع الرساله دي تتصل بيها فورا. وبتلاقي ان الباب بيخبط فبتجري عشان الشخص اللي بيخبط يساعدها، لكنها بتشوف من العين السحريه خيال شخص بس وبيختفي من قدامها، وبتستغرب هو ازاي مش سامعها. وبتسمع صوت جارتها وهي بتعيط وبتفتكر لما بلغت سايمون ان جارتها دايما بتعيط لسبب ما، وشافت في تليفونها ان في حد بيكلمها وبيقول لها انه مستنيها تقابله جدا. وبتفهم ان سايمون على علاقه بحد ومخبي عليها، لكن بتختار انها تعمل نفسها ما شافتش حاجه. وبعدها بتحاول انها تتصل بصاحبتها سيا عشان تسالها الساعه كام عندها لانها مش قادره تشوف اي حاجه بره شقتها وكانها انعزلت عن العالم. لكن من حظها موبايل سيا بيفصل شحن وما بتقدرش انها تتواصل معاها تاني، فبتتصل بالشرطه عشان يجوا ينقذوها وبتبلغهم بعنوانها. وبتفضل قاعده في الشقه مستنياهم يجوا، وبتدخل اوضتها تغير هدومها وبيظهر واحده واقفه في طرقه الشقه ملامحها مش واضحه، وبتختفي من غير ما تشارلي تاخد بالها منها لانها بتكون مركزه مع صوت جارتها اللي بتعيط. وبتنزل تشارلي على فتحه التهويه اللي سامعه منها الصوت وبتحاول تتكلم مع جارتها وتهديها، وفجاه بتلاقيها عماله تعيد في كلامها لحد ما بتتعصب تشارلي عليها، وبتتحول جارتها من عياط لضحك هستيري بدون سبب. وبتتصل سيا بيها تاني بعد ما بتكون شحنت موبايلها وبتحكي لها على اللي هي فيه وانها مستنيه سايمون تجيلها. فبتقول لها سيا ان سايمون مش جايه لها دلوقتي لانها لسه منزله الصوره مع واحد في مكان بعيد جدا عنها وانها مستمتعه بوقتها من غيرها. وبتتضايق تشارلي اكتر وبتعرف ان مفيش حد جاي يساعدها، فبتتصل بالشرطه تاني وبتفضل خدمه الطوارئ تعيد في كلامها برضه بدون سبب لحد موبايلها ما بيفصل، فبتقعد على الارض وهي بتعيط لانها مش عارفه تتصرف ازاي. وبتقرر تحاول تشغل موبايلها وبتتصل بسايمون تاني باي شكل، لكنها بتسمع صوت رنة موبايل سايمون جايه من المخزن، فبتنزل وبتلاقي فيه موبايل صاحبتها وعليه السلسله اللي كانت مامتها بتسالها عليها، فبتلبسها وبتاخد موبايل سايمون. وقبل ما بتخرج من المخزن بتحس ان في تمثال بيتحرك، فبتقرب منه وهي مرعوبه لحد ما بتشيل الغطا من عليه وبتتاكد انه تمثال ملكان، فبتسيبه وبتجري على الباب عشان تبص من العين السحريه وبتلاقي شخص واقف قدام الباب وبيتحرك في الممر. فبتفضل تشارلي تستنجد بيه عشان ينقذها لكن من غير اي فايده، وبيظهر قدامها حد بيهجم في وشها فجاه، فبتقع على ظهرها وبتلاقي نفسها انتقلت لشط البحر اللي كانت خارجه عليه مع سايمون. وبتمسك الرمل بايديها عشان تتاكد انه حقيقي فعلا، وبتقوم تتمشى في المكان عشان تفهم هي جت هنا ازاي لحد ما بيظهر شخص قدامها راسه ملفوفه ببلاستيك، وبتقوم مفزوعه وهي على ارضيه شقتها
جوزها تاني، وبتحس إنها بدأت تتجنن من اللي بيحصل لها ومن اللي هي بتشوفه، وبتقول لنفسها إن مفيش حاجة من اللي حواليها ده حقيقي وإن كل ده أوهام، وبتمسك موبايلها بتلاقيه معلق ومش قادرة تتصل بحد، لحد ما سيا بتتصل بيها وبتترجاها تشارلي إنها تيجي تنقذها من الجنون اللي هي فيه قبل ما يحصل لها حاجة، لكن سيا كمان بتقول لها إنها ما بقتش موجودة جنبها، وبتفضل تختفي من الشاشة لحد ما المكالمة بتفصل تماما، وبيرجع لها صوت جارتها تاني وبيفضل يعصب فيها لحد ما بتروح ناحية الشباك بتاعها، وبتفضل تصرخ من كتر خوفها، وبيكون محطوط عليه حديد ومش قادرة تخرج من الشباك حتى، وبتجري على جهازها وبتحاول إنها تتصل بوالدتها تاني فيديو كول، وبترد عليها والدتها، وبتفضل تشارلي تقول لها إنها لقيت السلسلة خلاص بس مش عارفة تخرج من الشقة، وإن الشقة حبسها جواها ولو خرجت هتجيلها فورا وتحضر جنازة جدتها كمان، فبتقول لها والدتها إن هي اللي اختارت تسيبها وتعيش لوحدها مع صديقة مستغلة بتستغل ضعفها عشان تحس بقوتها مش أكتر، وإنها كائن طفيلي لازم يعيش ويعتمد على غيره، وإنها هتدفع تمن اللي عملته قريب، وبتفضل والدتها تضحك قدامها وبتتجنن تشارلي أكتر وأكتر لحد ما النور بيقطع تماما عن الشقة، وبتسمع قطتها وهي بتصرخ جامد، وبتفضل تدور عليها في كل مكان لحد ما بتلاقيها ميتة قدامها، وبتنهار أكتر وبتستمر الشقة في الاستحواذ عليها وضغطها أكتر وأكتر، وبتروح على فتحة التهوية تاني عشان تتكلم مع جارتها وبتسألها هو إيه اللي بيحصل لها وإزاي تهرب من الشقة قبل ما يحصل لها حاجة، وبتفضل تتحرك في الشقة لحد ما بتلاقي نفسها من تاني على الشط، وموجود قدامها صندوق كبير والشخص اللي بيطاردها واقف وراها ووشه ملفوف بالبلاستيك وبيشاور على الصندوق، وأول ما بتقرب من الصندوق بتلاقي الشخص ظهر وراها فجأة وبيخليها تقع من تاني على الأرض، وبترجع شقتها وبتفضل تجري في الشقة زي المجنونة عشان تهرب منه، وبتخبط على الحيطة من رعبها وبتفضل تعيط لحد ما بتسمع صوت صريخ سايمون من أوضة المخزن، وبتنزل على الأوضة فبتلاقي إن الكاميرا المحطوطة عمالة تصور لوحدها التماثيل، وبتدور حواليها على سايمون أو على مصدر الصوت اللي سمعاه، ومن ضمن الصور الموجودة على الكاميرا بتلاقي صورة سايمون وهي نايمة وبتصرخ من الألم، وبتكون متكتفة في الصور ومش قادرة تتحرك، وبتواجه تشارلي حقيقتها إن سايمون سابتها واتخانقت معاها بسبب إنها كانت معتمدة عليها بطريقة خنقتها، وده كان سبب إن سايمون سابت بيت تشارلي خالص وارتبطت بشخص وعاشت حياتها معاه، ومن ساعتها تشارلي بقت تتخيل إنها لسه عايشة معاها وشبه اتجننت من كتر تفكيرها في صاحبتها اللي ما كانتش ليها غيرها، وفجأة بتلاقي تشارلي صندوق موجود قدامها في المخزن، وأول ما بتفتحه بتلاقي الشخص اللي بيطاردها موجود جواه وبيخرج من الصندوق عشان يطاردها، وبيكون الشخص ده مخنوق بكيس بلاستيك وبيقرب من تشارلي عشان يقتلها، وأول ما بيقرب منها بيقطع الكيس اللي في وشه، وبيطلع الشخص اللي بيطاردها هو تشارلي نفسها بسبب مرضها النفسي واللي بيخليها تتخيل حاجات ملهاش وجود، ده غير إنها كانت عايشة في عقلها ومخيلتها، والموضوع كله بدأ يزيد أول ما سيا صرحتها بحقيقة إن سايمون مش صديقة مخلصة ليها ومش هترجع لها تاني، ومن لحظتها وحالتها بدأت تسوء، وفجأة بتنتقل تشارلي على المكان اللي بيمثل لها السلام الداخلي في عقلها وهو الشط، وبتشوف نفسها قاعدة على الشط، وبتكون دي اللحظة اللي قررت فيها الانتحار وإنهاء حياتها بنفسها وإنهاء عذابها، وبس كده بيخلص الفيلم.